السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على كيفاش تبدا مشروع تربية الأرانب وكيفاش تحقق واحد الدخل اللي هو مزيان. أول حاجة باش قبل ما تبدا مشروع تربية الأرانب، أول حاجة خاصك تفكر فيها هي البلاصة اللي غدير فيها الأرانب ديالك، يعني شي مكان يعني يكون فيه التدفئة، ما يكونش فيه الكولون داير بزاف، ما كيكونش يدخل ليه البرد بزاف، يكون هادئ يعني ما فيه صداع بزاف. تختار المكان بعناية، الأرانب كما كيبغيو الصداع بزاف. ملي كيكون توفر عندك واحد البيت ولا غرفة ولا كراج ولا شي بلاصة تكون مزيانة، كتمشي أول حاجة كتقرر يعني واش دير تربية أرضية ولا دير تربية في الأقفاص. كنصحكم انا بالتربيه في الاقفاص، ما فيهاش المشاكل بزاف. اللي كدير امراض الارانب والامراض كيجيو من قله النظافه، والاقفاص كيعاونوك على النظام وكيعاونوك على التنظيف، يعني بواحد الشكل سريع كدير الباش تحت القفص. صافي هذيك المخلفات اللي كتجمعت في هذيك 24 ساعه كتخرجها مع الصباح، يعني كيكون العمليه كتكون سهله. من بعد يعني اختاريتي التربية في الأقفاص، كتشري الأقفاص. بالنسبة للثمن ديال الأقفاص كتراوح بين 1200 درهم حتى 1500 درهم على حساب النوعية ديال القفص، واش قفص ديال الأمهات ولا قفص ديال الخلفة. أول حاجة غتشريو نتوما قفص ديال الأمهات. كانت عندكم يعني الفلوس وبغيتو تشريو جوج قفوزة تبداو بهم، غير كبداية شريو جوج قفوزة، القفص الاول ديال الامهات ديال 5 الامهات، والقفص الثاني ديال الخلفة. يعني بعد ما غادي تولي عندك الانتاج، هذاك الشيء اللي ولدو الامهات كتحولو ملي كتفطم كتحولو القفص ديال الخلفة. قلنا وجدتي المكان وجدتي القفوزة، غادي توجد العلف. يعني قبل ما هادشي باقي مدويناش على قنية. العلف يعني كاين بزاف ديال الماركات ديال العلف في المغرب، غتختار احسن ماركه. المهم غنذكروا السميات بزاف، كاين الانعام، كاين علف الساحل، كاين علف المغرب. غتختار شي علف غير هو من هنا لقدام ما خاصكش تبدلو بزاف، حيت كثرة تبدل العلف ويعني كثرة الخليط ديال الماكله الى اخره كيسبب مشكل معوي ولا تسمم معوي للارانب. كتختار واحد العلف كتشري منه واحد الكميه، خنشه ولا جوج خنشات. صافي كتكون وجدتي جميع الامور ديال المكان، يعني العلف، المكان والبلاصه اللي غديرها فيهم اللي هي القفوزه. ثاني حاجه ولا ثالث حاجه ولا رابع حاجه هي السلاله. تختار واحد السلاله تكون مزيانه. يعني مثلا قفز شريتي 5 كتكون فيه 5 الاعين ولا 4 الاعين، تشريو نتوما القفص ديال 5 الاعين، وتشريو 4 ذكرات وذكر ولا 3 ذكرات وذكر على حساب كما كنقولوا نتوما وجيبكم. صافي من بعد كتجيبوا هذوك الارانب الطريقه ديال الاختيار، يعني اي نوع بغيتو. كاين البابيون، كاين البلجيكي، كاين شانشيلا، كاين سيامي، كاين دوتش، هادو كاملين يعني الفلاندر كاملين، يعني السلالات اللي هما مزيانين. كتجيب واحد ذكر و4 نتوات. بالنسبه للعمر يعني شهرين والفوق، ما تجيبوش قل من شهرين، كيكونوا تجاوزوا باش يكونوا تجاوزوا ديك المرحله ديال الخطر. كتجيبوهم في البلاصه اللي غادي تربيو فيها. نديروا مثلا كان عندهم 3 ديال الشهور، الثمن عاوتاني كيبدا من 200 درهم على حساب نتوما مع من تلاقيتو، على حساب السلاله، على حساب العمر، الكاليتي ديال السلعه. كتجيبوها كتحطوها في ديك القفص، يعني القفص ديال الخلفه راه غيبقى خاوي، غتحطوها في القفص ديال الامهات. على الاول ما غديروش هذيك الولاده الى اخره، باغيين دابا غير تكبروا وتوجدوا دوك الاناث والذكور. بالنسبه للذكر يكون فايت الاناث بواحد شهر من الاحسن، الا كان قدهم ماشي مشكل، من الاحسن يكون فايتهم بشهر. صافي كتحطوهم في هذوك القفوزه ولا في هذاك القفص. شريتوهم يعني عندهم 3 شهور، كيبقى
خاصهم واحد شهرين عاد يبداو في الانتاج. مثلا دازت ديك شهرين صافي كتبداو كتنتجو، كتلقحوا هذوك الامهات بهداك الذكر اللي جبتو. من الاحسن ما يكونش خوهم، ماشي من الاحسن، ضروري ما يكونش خوهم باش ما يوقعش عندكم مشاكل ديال تخرج عندكم خلفه يعني فيها اعاقه ولا صغار الى اخره. صافي كيبدا الانتاج، يعني بعد شهر كيولدوا دوك الامهات وكيبدا عندكم الانتاج. وفي القناه غتلقاو طريقه التعامل مع الام اللي تولد، يعني الفطام، الطريقه ديال الفطام الى اخره. هادشي كامل غادي نعالجوه من بعد ما كيولي عندكم الانتاج. يعني هادشي ماشي ساهل بهاد الطريقه اللي كنعاود بها انا، ضروري غادي يكونوا مشاكل، غيكون عندكم امراض. هذه هي يعني الطريقه ديال النجاح، خاصك تغلب على المشاكل اللي غادي يكونوا في الطريق ديالك، بحال مثلا الالتهاب الذراع ديال الام، يعني من ابرز المشاكل، بحال مثلا التهاب العرقوب. ولكن ان شاء الله الا شريت واحد السلاله اللي تكون مزيانه ما غاديش يكونوا عندكم ولا غادي تقلوا من المشاكل. بعد شهرين الخلفه كتولي يعني صالحه للبيع، كتسوقوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جروبات ديال الواتساب، جروبات ديال الفيسبوك. وبالنسبه للادويه والتحصينات، يعني هادشي كامل غتلقاو في القناه. غير باش كنذكروا، كديروا واحد التريطمون ديال كل سيمانه مضاد سموم، هيباتيكال ولا هيباتيكول ولا هيبارينول على حساب الماركه اللي بغيتو نتوما. 1 سنتيم في 1 ايطرو ديال الماء، مثلا 10 ايطرو كديروا 10 سنتيم، وكتعاودوها كل سيمانه. بغيتو تخدموا يعني مره في سيمانه، بغيتو تخدموا ب3 ايام في كل 15 يوم. غير هي كتخاصكم تتبعوا الدوره هذه باش ما يوقعش عندكم تسممات معويه. بالنسبه للتلقيحات كاين فاكسعيد ولا كوكلافاكس، يعني حتى هو يصلح للتسمم المعوي، غير هو اغلب المربيين وعلى حساب انا اللي عندي فاكسعيد. دوما اغلب الادويه الوقائيه، يعني التسمم المعوي والهيباتيكال حتى هو التسمم المعوي. كيبقى التسمم الدموي، كاين اللي كيقول لك راه كاين، ولا بزاف ديال الهضره كتروج على هاد كونيبرافاك، راه ما كاينش. يعني بلا ما تقلبوا عليه، حاليا راه مقطوع هادي عامين، يعني بلا ما تحاولوا تقلبوا عليه راه ما كاينش، وماشي ما مسموحش يعني تستخدموه، حتى مقطوع من طرف الدوله. واللي تا هو يعني كيديروا على حساب الوقايه من التسمم الدموي. والتسمم الدموي هو ملي قنيه كدوز لها الدم من النفا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى نكون توفقت في الشرح. في الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله الا بقى خاصكم اي حاجه قولوها لي في الكومونتيرات نهضروا عليها. حاولوا انكم تفاعلوا مع هذا الفيديو، ما كاينش التفاعل مع القناه، مع انني كندير مجهود كبير باش نوصل لكم المعلومه الحقه وطريقه كما كنقولوا. حاولوا انكم تفاعلوا باش يوصل هذا المحتوى لاكبر عدد ديال الناس. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والله يعاونكم.